الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد القائد نيابة عن السيد باشا مدينة العيون، السادة أعضاء السلك القضائي، السيد رئيس المجلس البلدي وأعضاء ومنتخب المجلس، السيد قائد سرية الدرك الملكي المحلي، السيد ممثل إدارة المحافظة على التراب الوطني، السيد رئيس فرقة القوات المساعدة، السيد قائد ثكنة الوقاية المدنية، السيد رئيس مصلحة المياه والغابات، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة مدراء المؤسسات التعليمية، السادة ممثلي النقابات والأحزاب السياسية، السادة متقاعدي وأرامل الأمن الوطني، السادة ممثلي المجتمع المدني وأعيان المدينة، السادة ممثلي وسائل الإعلام وأصحاب المواقع الإلكترونية. أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تخلد أسرة الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بالعيون إسوة بمثيلاتها عبر ربوع المملكة في هذا اليوم التاريخي، الذكرى 59 لتأسيس الأمن الوطني على يد رائد التحرير جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، بمعية وارث سره ورفيقه في الكفاح جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. أيها الحضور الكريم، لا يسعني في هذا اليوم الأغر إلا أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي وموظفات الشرطة بهذه المفوضية عن مدى تقديرنا مشاطرتكم لنا فرحتنا هذه في هذه المناسبة ذات الدلالات التاريخية والقيمة لدى الشعب المغربي عامة وأسرة الأمن الوطني بالخصوص. وحتى نضع حضورنا الكريم في سياق الحدث، لا بد أن نستحضر وإياكم أنه منذ سنة 59 أي بتاريخ 16 ماي 1956 وحرصا على بناء مغرب حديث ومستقل وخلق مؤسسات ومرافق وطنية تمثل سيادته الوطنية في تسيير شأنه الداخلي وتمكن المغاربة من الانخراط في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، أعلنت الإدارة الملكية السامية والحكيمة عن صدور الظهير الشريف الذي تأسست بمقتضاه الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحددت اختصاصاتها كمؤسسة وطنية مكلفة بالحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وضمان تنفيذ القانون، لتصبح بذلك مرفقا حيويا وترجمة لاستقلال المغرب وعنوانا لانبعاثه. وخلال العقود التي خلت ومنذ تاريخ الإعلان عن تأسيسها عقب تحرر المغرب، خطت مؤسسة الأمن الوطني بخطى ثابتة وواثقة لتكون جهازا حضاريا شموليا قادرا على أداء واجبه بكل كفاءة ومسؤولية، وتصبح من خلال التحولات العميقة التي عرفتها خلال مسيرتها جهازا عصريا مواكبا للمتغيرات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية سواء الوطنية أو الدولية، ومواكبا للتطورات التي عرفها مجال الأمن الوطني في إطار محاربة الجريمة، فتجاوز بذلك مفهوم الأمن بالصيغة التقليدية والمحدودة لعمل رجال الشرطة والمرتبط أساسا بالدفاع عن مقدسات الوطن وإرساء قواعد الأمن والطمأنينة بالبلاد والحرص على تطبيق القانون ضمانا لسلامة أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ويصبح هو الأساس في صياغة الاستراتيجيات الأمنية في مختلف المجالات التي شملها العمل الشرطي كحماية البيئة والسلوكيات الوقائية والتربية على المواطنة، من خلال اعتماد المقاربة التشاركية وترسيخ ثقافة القرب، وتصبح بذلك الشرطة شرطة مجتمعية تعمل على استباق هموم وانشغالات الساكنة والاتصال المباشر مع المجتمع المحلي وتوطيد العلاقة بين رجل الأمن والمواطن الذي يعتبر الشريك الأساس في منظومة الأمن الشامل، انسجاما مع المفهوم الجديد للسلطة الذي وضع مبادئه وأسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هذا ولا يفوتني أن أستحضر وإياكم بهذه المناسبة دور المرأة المغربية في تسجيل حضورها القوي في هذه المؤسسة الأمنية
بعد أن كانت حكرا على الرجل فقط، حيث تخرجت بمختلف الرتب لتؤكد مرة أخرى على أنها سند لأخيها الرجل في مجال العمل الأمني بكافة جوانبه، بل وتنتقل إلى مصاف التسيير والإشراف في سلم القيادة الأمنية، لتدعم بذلك مرحلة الانتقال الديمقراطي في تشجيع الحضور الإيجابي للمرأة في أغلب الميادين. فأصبحت المرأة الشرطية من خلال التكوين الذي تلقته تنظم السير ومتخصصة في قيادة الدراجات النارية، وباتت مؤهلة لأعمال حراسة الشخصيات الرسمية وفي أعمال التفتيش والتحقيق ذو الطبيعة الخاصة مع الأطفال والنساء. بل أضحت المرأة كضابط شرطة تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. فمنذ إحداثها اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني بدورها الحاسم في ترسيخ صورة المغرب كمملكة مبنية على دولة المؤسسات ومشبعة بروح القانون وقداسته، وقد ترجم العاملون بها توجيهات ملك البلاد على أرض الواقع، منتهجين بذلك أسلوب الحكمة والشجاعة وسداد الرأي لمواجهة تيار الإجرام بكل عزم واقتدار، تزامنا مع تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات من خلال الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تتناسب مع التطورات التي تشهدها المرحلة الحالية. إذ لا يخفى على الجميع ما أبان عنه رجال الأمن في العقد الأخير من نجاعة فائقة في مجابهة الإجرام بمختلف تشعباته وأنماطه الجديدة، خاصة في مواجهة واجتثاث ظاهرة الإرهاب، الظاهرة التي أصبحت عابرة للقارات بعد أن نشأت في ظل استغلال ظروف حرجة لبعض البلدان جراء صراعات أدت إلى تغييب الأمن، ما شكل مرتعا خصبا لها وسهل لها لارتكاب جرائمها الجبانة سواء في دول المنشأ أو العبور أو المقصد. أجهزة أمنية ارتكزت على تعزيز الحكامة الأمنية من خلال تطوير القدرات على مستوى التوقع، الوقاية، التحقيق ومراقبة الحدود. وعلى إثر هذه الجهود الجبارة والمضنية نجح المغرب على مدى السنوات العشر الماضية في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف عدد من المشتبه فيهم، واعتمادا على المهنية والاحترافية واستغلال كافة الوسائل والإمكانات سواء البشرية أو المادية المتوفرة على صعيد مفوضية الشرطة بالعيون، وعلى ضوء التعليمات والتوجيهات سواء المديرية